بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مرحبا بكم في درس آخر مع محلى الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. ووقفنا عند مسألة وقراءة القرآن. فعند الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بأن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى جائز، كل ذلك بوضوء وبغير وضوء، وللجنب وللحائض. وهذه مسألة من المسائل الخلافية عند فقهاء الأمة، وهذا الرأي حقيقة من الآراء التي خالف بها الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى، خالف بها الكم الهائل الكبير من فقهاء الأمة، ولكن له دليله في هذه القضية، وله رأيه في هذه القضية، وله اجتهاده في هذه القضية، وهو من العلماء الأعلام المذاهب المجتهدين المتدركين في هذا الدين العظيم. فقد ذهب إلى أن برهان ذلك أن قراءة القرآن والسجود فيه ومس المصحف وذكر الله تعالى هي كلها عبارة عن أعمال، وهذه الأعمال مندوب إليها مأجور فاعلها، وهذه الأعمال كلها أعمال خير مندوب إليها مأجور فاعلها. فمن ادعى المنع فيها في بعض الأحوال كلف أن يأتي بالبرهان. فعند الإمام ابن حزم الظاهري كما نرى بأن الذين نهوا عن هذه المسألة يعتقد إنه لا برهان لهم عليها، وأنه هذه كلها أعمال خير، قراءة القرآن ومس المصحف والنظر فيه وذكر الله تعالى وما إلى ذلك. يقول هذه كلها تجوز للطاهر ولغير الطاهر وللحاض وللجنب وما إلى ذلك، وهذه أعمال خير ولا نص على أن يمنع المسلمون منها. ويستدل على ذلك ويقول: فأما قراءة القرآن فإن الحاضرين من المخالفين موافقون لنا في هذا لمن كان على غير وضوء، واختلفوا في الجنب والحاض. يقول الأصل في هذه المسألة إن أكابر علماء الأمة متوافقين على هذا لمن كان على غير وضوء، ولكنهم اختلفوا في قضية الجنب وفي قضية الحائض. فقال الطائفة: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، وهو قول روي عن عمر بن الخطاب وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وعن غيرهما، وروى أيضا كالحسن البصري وقتادة والنخعي وغيرهم. وقال الطائفة: أما الحائض فتقرأ ما شاءت من القرآن، وأما الجنب فيقرأ الآيتين ونحوهما، وهو قول مالك. وقال بعضهم لا يتم، وهو قول الأحناف في هذه المسألة. ففي هذه الحالة يبين لنا الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى بأن المسألة أصلا خلافية. يقول هم لم يختلفوا في قضية الوضوء وغير الوضوء، والحقيقة أن هذه المسألة فيها خلاف، حتى إذا كان المسلم أو المسلمة طاهرا، أن كان على وضوء أو كان على غير وضوء، فمسألة مس المصحف ومسألة قراءة القرآن لغير المتوضئ أيضا مسألة فيها خلاف. أما مسألة الحائض والجنوب فمسألة فيها خلاف واسع. ويذكر الإمام فيقول: فأما من منع الجنب من قراءة شيء من القرآن فاحتجوا بما رواه عبد الله بن سلمة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة. يقول: وهذا لا حج له فيه، لأنه ليس فيه نهي عن أن يقرأ الجنب القرآن، وإنما هو فعل منه. يعني يقول هذا الحديث عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنعه من القرآن شيء إلا قضية أو مسألة الجنابة. يقول رأي الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى إن هذه المسألة هي مسألة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مسألة من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة يعتبر أن هذا الدليل في غير موضعه. وأما من قال يقرأ الجنب القرآن
أو قال لا يتم، أو أباح للحائض ومنع الجنب، فأقول فاسدة، لأنها دعاوى لا يعضدها دليل لا من قرآن ولا من سنة. يقول الذين ذهبوا إلى هذه المسائل لا يعتمدون على دليل من كتاب أو من سنة صحيحة ولا سقيمة ولا من إجماع ولا من قول صاحب ولا من قياس ولا من رأي سديد، لأن بعض الآية والآية قرآن بلا شك، ولأن فرق بين أن يباح له آية أو أن يباح له أخرى. فيقول هنالك بعض الفقهاء يقولون إنه يجوز لغير المتوضئ أن يقرأ القرآن، ولا يجوز للحائض أن تقرأ القرآن، والجنب يجوز له أن يقرأ آية أو آيتين من القرآن. ففي هذه الحالة الإمام ابن حزم الظاهري يقول في كيف يجوزون هذه ولا يجوزون هذه، ويقول إن ليس لهم دليل صحيح من كتاب ولا من سنة صحيحة. يعني هو يقر أن هنالك أدلة، ولكنه يشك في صحة الأحاديث الواردة في هذه المسألة. أما عندما يقول ولا يوجد لديهم دليل من إجماع، فهو محق بذلك. هذه القضية قضية خلافية ولا يوجد إجماع عليها. يقول وأيضا فإن من الآيات ما هو كلمة واحدة، مثل والضحى، ومثل مدهامتان، ومثل والعصر، ومثل والفجر، ومنها كلمات كثيرة كآية الدين. فإذ لا شك في هذا فإن في إباحتهم له قراءة آية الدين والتي بعدها أو آية الكرسي أو بعضها ولا يتمها، ومنعهم إياه من قراءة والفجر وليالي العشر. يقول يعني في القرآن آيات طويلة جدا وفي القرآن آيات قصيرة، فعندما يجوزون للجنوب أن يقرأ آية أو آيتين من القرآن الكريم وفي القرآن آيات طويلة، فلو إن مسلما جاز له أن يقرأ آيتين من الآيات الطويلة في القرآن فإنه يقرأ صفحة كاملة من القرآن أو يقرأ نصف صفحة من القرآن، ففي هذه الحالة هو قد قرأ القرآن. وهذه الأدلة كلها رد من الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى على العلماء الذين يمنعون قراءة القرآن للجنب وما إلى ذلك. ثم إن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يرد عليهم بتجويزهم للجنب بأن يقرأ آية أو آيتين من القرآن، كأننا نريد أن نفهم من هذه القضية أنه يريد أن يبين لنا أنهم إن جوزتم للجنب فلماذا لا تجوزون للحائض، لأنه لا فرق عنده بين الجنب وبين الحائض، لأن كلاهما ليس بطاهرين. ويستدل أيضا بأدلة تعضد رأيه، ومن ضمنها عن شعبة عن حماد عن أبي سليمان قال سألت سعيد بن جبير عن الجنب يقرأ فلم ير به بأسا، وقال أليس في جوفه القرآن؟ وهو قول الإمام داود وقول كثير من فقهاء الأمة. ففي هذا الدليل. وسعيد بن جبير من التابعين المعلومين المعروفين، يقول إن رجلا سأله وقال له عن الجنب أيقرأ القرآن؟ فأجابه وقال له أوليس في جوفه القرآن؟ يعني هو إذا كان جنب فالقرآن أصلا هو موجود في جوفه، فلا ضير بأن يقرأ الجنب القرآن بناء على رأي الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى. وأيضا يبين لنا ويتحدث عن قضية مس المصحف. يقول الآثار التي احتج بها من لم يجز للجنب مسه فإنه لا يصح منها شيء، لأنها إما مرسلة يتحدث عن الأدلة التي استدل بها الفقهاء الذين لا يجوزون مس المصحف لغير الطاهر. يقول هذه الأدلة إما مرسلة وإما في صحف لا تسند أو جاءت عن مجهولين وما إلى ذلك. في هذه الحالة الذي نفهمه من هذه المسألة والذي نفهمه من هذه القضية إن الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى يجوز للحائض ويجوز للنفساء ويجوز للجنب ويجوز لغير المتوضئ أن يمس المصحف وأن يقرأ القرآن، وقد استدل بأدلة حول هذه القضية وحول هذا الأمر، ورد على أدلة الفقهاء الذين لا يجوزون ذلك،
وردوده على أدلة الفقهاء كان في سياق أن أدلتهم مختلف في صحتها، فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. وأيضا كان سياق رده أنهم جوزوا للجنب أن يقرأ آية أو آيتين من القرآن الكريم، ويبين بأن هنالك آيات طويلة، فلو أن المسلم قرأ آيتين من الطوال فإنه يقرأ صفحة كاملة من القرآن. في هذه الحالة فهو قد قرأ القرآن، فما معنى أن لا يجوز له أن يقرأ الصفحات من القرآن الكريم؟ ثم إذا كانوا قد جوزوا للجنب أن يقرأ آية أو آيتين من القرآن، فما الفرق بين الجنب وما الفرق بين الحائض والنفساء وما الفرق بينه وبين غير المتوضئ وما إلى ذلك؟ وصلى الله على سيدنا محمد.